في الفيديو ده حابين نتكلم عن 4 نقط. أول نقطة، هل الغرض من تقويم الأسنان هو إعادة ترتيب الأسنان للوصول لشكل أفضل فقط؟ أكيد ده شيء مهم وأساسي، لكن في الحقيقة في أسباب تانية لا تقل أهمية بتستدعينا إن إحنا نعمل التقويم، لأن عدم اصطفاف الأسنان بشكل طبيعي بيؤدي لتراكم الأكل بين الأسنان، وده بيؤدي بالتالي لحدوث تسوس في عدد كبير من السنان، زي ما بيؤدي أحيانا لالتهابات في اللثة وتآكل في العظم، وكل ده بيبدأ يبان أثره مع تقدم السن. برضه من مشاكل التقويم إنه بيؤدي لمشاكل في مخارج بعض الحروف، عشان كده إحنا لما بنعمل تقويم في سن صغير فده بيجنبنا مشاكل كتير كانت هتحصل مع تقدم العمر لو ما عملناش تقويم. تاني نقطة، هل أي دكتور يقدر يقوم بعمل تقويم الأسنان؟ في الحقيقة إن التقويم من التخصصات الدقيقة والمعقدة جدا في طب الأسنان، واللي ما ينفعش يقوم بيها غير طبيب أسنان يكون مختص، لأن أي خلل في خطة العلاج وإن كانت النتيجة قدام المريض مقبولة، إلا إن ممكن يكون في مشاكل ومضاعفات حصلت في جذور الأسنان أو حصل بعض التآكلات في العظم، وأحيانا في بعض الحالات السنان بتخرج بالكلية بره العظم. عشان كده دايما بننصح إن تقويم الأسنان ما ينفعش يقوم بيه غير دكتور متخصص فقط في تقويم الأسنان. ثالث نقطة واللي كتير بنتسألها، إيه هي أنواع التقويم؟ أنواع التقويم بتنقسم إلى متحرك وثابت، والثابت بينقسم لمعدن وشفاف، وفي الحقيقة مفيش نوع أفضل من التاني، لكن في نوع مناسب لكل حالة، وده اللي بيقوم بتحديده الطبيب المختص بعد ما بيتم التشخيص الكامل لكل حالة. النقطة الرابعة والأخيرة، إيه هو أنسب سن للتقويم؟ ناس كتير بيكونوا معتقدين إن التقويم هو إجراء علاجي خاص بالأطفال فقط، لكن في الحقيقة التقويم بينفع لأي سن، من سن 6 و7 سنين لسن 50 و60 سنة، لكن كل ما كان التقويم بيتعمل في سن أصغر كل ما كان العلاج أسهل وأوفر والنتيجة أفضل. وزي ما عيادات دكتور عمار وفرت طبيب في كل تخصص، فكان من الطبيعي إن يكون عندنا طبيب متخصص في تقويم الأسنان من أفضل دكاترة التقويم في مصر، وحاصل على الزمالة البريطانية في تقويم الأسنان. زي ما دايما بنوفر الأحدث والأفضل في الخامات والأجهزة عشان نقدر نوفر لك خدمة علاجية هي الأفضل على الإطلاق. دكتور عمار دنتال كلينكس، اختيارك الأول.